فطير الملاك بطريقة سهلة وفي دقيقة واحدة بس عشان الباقة. معاكم أبانوب ويلا نبدأ. عندي نص كوباية مية هنزل عليه بمعلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر، أفضل أقلب وأسيب الخليط يتخمر. عندي كوباية الزيت أحطه كده على النار وأسيبه يسخن كويس. كوباية السكر أخلط عليه كوباية المية وأسيبهم يتقلبوا. عندي بقى كيلو دقيق هحط عليه رشة ملح ورشة من الفانيليا، وبعد كده هدي بقى الزيت السخن، هبدأ كده أقلب تقليبة كويسة لحد ما يوصل زي رمل البحر. هضيف عليه الزبيب وممكن أضيف كمان جوز هند، وبعد كده أدي كده تقليبة. خلاص الخميرة خمرت، أنزل عليها على العجين والمية والسكر، وبعد كده أفضل أعجن كويس جدا في الخليط لحد ما يتلم معايا، وأسيبه كده يتخمر لمدة نص ساعة أو لحد ما يتضاعف حجمه. عندي في الصينية هدهن كده دهنة زيت، ولو عندك خيط ملاك استخدميه. هبدأ كده أقرص كده الفطير بتاعنا، شايفين يا جماعة حلو وجميل ازاي؟ هبدأ أخده كده وأحطه فين؟ أحطه في الصينية. خلصت الكمية بتاعتي أبدأ كده بإيديا أفرد 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 وبالختم أختم. بعد ما ختمت أسيبه يخمر كمان شوية، وبعد كده أدخله على درجة حرارة 200 وبيطلع زي ما انتوا شايفين.